بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الخير عليكم أو صباح الخير حسب تشوف الفيديو. يا أغلى متابعين، ولو أول مرة تشاهدوا قناتي متنسوش بقى تحطوا اللايك وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديوهات جديدة بعملها. وكمان هتعملين ايه يا أحمد؟ النهاردة هنعمل زي ما انتم شايفين كده محشي الحلة الواحدة مع فراخ كده، إنما ايه حاجة زي الفل. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا فراخ، وكمان معايا هنا الحاجات اللي انا هحشيها. هنحشي ايه؟ هنحشي ورق عنب، هنحشي سلق، وكمان بدنجان، وكله في حله واحده. الفراخ والمحشي كله مشكل كده في حله واحده. ومعايا كمان هنا خضار محشي. طبعا قلت لكم انا بستخدم الثلاث انواع: شبت، بقدونس، كزبره. معايا بصلتين كبار متقطعين كده مكعبات. وهنا فرشت بقى الحله زي ما انتم شايفين كده بورق عنب، وفوقها عيدان البقدونس، وقطعت بصلايه، طماطمايه، جزرايه، وشرايح بالشكل ده، وفرشتها كده للحل. وهنا معايا شوربه سمينه زي ما انتم شايفين. وكمان معايا ايه طماطمايه كده متقطعه مكعبات. خلاص. ودي اول حاجه بالنسبه للفراخ. دي صدور. ده كان صدر فرخه كده قطعته بالشكل دوت، وتبلته بالملح مع الفلفل كده مع بهارات الفراخ مع القرفه مع الجنزبيل. يعني نص معلقه كده صغيره من كل نوع. تمام. وتبلتهم كويس قوي كده مع بعض، وسبتهم شويه على ما جهزت حاجه المحشي. هنعمل ايه بقى؟ جبت الطاسه كده وحطيت فيها معلقه زيت صغيره او سمنه. المهم ان انا لازم اشوح الفراخ دي الاول. هديلها تشويحه حلوه مع تحميره كمان، وكاننا هنحمرها كده للاكل. خلاص. وخليكم معايا كده عشان نشوف هنعمل ايه. والله العظيم الموضوع ده جميل جدا جدا. وبقى شويه محشي انما عسل. شفتوا كده الفراخ قد ايه خدت لون جميل. هنقلب بقى على الاتجاه التاني برضو، نديلها اللون تاني والصدمه الجميله بتاعتنا دي. جربوها كده مش هتندموا بأمانة. هنا بقى جبت نص كيلو من الرز، غسلته كويس جدا وصفيته برضو كويس جدا. نزلت عليه كده بالبصلتين المتقطعين مكعبات مع الطماطمية المتقطعة مكعبات. وكمان هننزل عليهم بقى بالملح والبهارات. أول حاجة بقى حطيت المعلقتين الصغيرين الملح ده، وكمان هنزل كده بمعلقة من الكمون، ومعلقة كبيرة كده من الكزبرة الناشفة، وكمان معلقة كبيرة من بهارات المحشي. ودي بهارات بتيجي مخصوصة كده من عند العطار. وما تنسيش كمان بقى معلقة ايه الفلفل الاسود بتاعنا. وامسكي كل المكونات دي كده، وابدأي ايه ادعكيها مع بعضها كده. بصي، حاولي كده ان انتي تضغطي وتعملي انك ايه تخلي كله يتشرب من بعضه، او كله كده يعني ايه ياخد من بعضه كده. تمام. ندعك بقى البهارات ومع التوابل مع البهارات مع توابل ايه البهارات مع البصل مع الطماطم مع الرز. مش عايزه اقول لك الخطوه دي جميله جدا جدا، وبتفرق في الطعم وبتديله تيست عالي جدا جدا للمحشي. اي والله العظيم صدقوني وجربوا كده وقولوا لي. إيه، انا اصلا ما كانش في دماغي ان انا هعمل محشي خالص، والله ده هي جت فجأة كده يعني. خلاص. هبدأ بقى انزل ايه معايا صلصة الطماطم دي طماطم بس مسبكاها كده مع الزيت. وضربت الطماطم وبدون ما اصفيها يعني. بصي، طماطم المحشي ما تتصفاش خالص، وصدقيني هتفرق في الطعم. وجربي لو كنت بتصفي الطماطم، جربي كده ما تصفيهاش وشوفي الفرق وقولي لي برضو في الكومنتات. تمام. وسبكتهم كويس قوي مع شوية زيت، وبعد كده نزلت بيهم كده على الرز. وابدأ بقى اقلب الرز في الطماطم واخلي كده الرز يتغلف بالطماطم بتاعتنا. تمام. ودي برضو انا دايما بعملها كده، ما بحطش الخضرة الا الاخر خالص، عشان دايما كده الطماطم بتقوم واكلة. لو حطيتي الخضرة في الاول هتاكل لون الطماطم، والرز بتاعك مش هياخد اللون الجميل. تمام. هنزل بقى بالخضار بتاعنا المشكل اللي احنا مقطعينه ده، اللي هو ايه شبت وكزبره وبقدونس. وهبدأ بقى ايه اشيل الاسباتيولا كده. وبصوا خلوها كده إيه بسيطة يعني. هقلب بقى بايدي زي ما انتم شايفين بالشكل دوت كده لغاية كله يتغلف كده، وتبقى الخضار في كل الرز والخضار. مش عايزة اقول لك والله العظيم الريحة بتاعتهم لوحدها طالعة كده من قبل ما نعمل اي حاجة. وهنا كانت الفراخ بقى بعد ما خلصت كانت الفراخ خدت اللون الجميل. شايفين قد ايه لون الفراخ معايا جميلة جدا جدا ما شاء الله، وريحتها برضو تحفة. خلاص كده خلاص كده. يلا بقى ناخدهم ونروح فين؟ هنروح على الحلة بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها المحشي. شايفين انا هنا بقول لكم شايفين لون الفراخ جميلة قوي قوي. ليه بقى ما نحطهاش بيضة؟ عشان لما اجي اقلب المحشي بتاعنا كده
تبقى الفراخ بتاعتي كأنها متحمرة. ماشي، تبقى شكلها وطعمها جميل جدا. يلا نحطها كده في قاع الحلة فوق الخلطة اللي احنا عاملينها دي، او الأرضية او الفرشة اللي احنا عاملينها دي كده. خلاص، وظبطنا الفراخ بالشكل دوت كده، وهنبدأ بقى نحشي عليها. ماشي، يلا بقى نحشي. طب انتي هتحشي ايه يا ام احمد؟ بس الحاجات دي؟ مفيش كرنب؟ لا مفيش كرنب يا جماعه النهارده. المحشي بتاعنا بس هيبقى ورق عنب مع سلق مع بدنجان بس مع الفراخ. هجيب بقى الورق العنب. طبعا كلنا شاطرين وكلنا ما شاء الله بنعمل محشي ورق عنب زي الفل. على فكره انا ما بعملوش كتير يعني، لان مش عندي كله بيحبه. تمام، فانا بعمل بس سطر كده او سطرين، وبنكمل بقى بالباقي. انا هنا بقى بفرده عشان يسهل معايا العمل، ويسهل معايا في المحشي كده بسرعة. تمام، انا بجيب الورقة كده بفردها على ظهرها الخشن. خلاص، نخلي الورقة كده فوق على الظهر الخشن، وهقلبها واحط شوية الرز في النص، واقلب كده من اليمين وكمان الشمال، وابدا الفها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بحيث ان المحشيات تكون مقفولة من جميع الجوانب اهو بالشكل ده. يا رب تكون الكاميرا موضحة وجايبة كل حاجة اهو بالشكل دوت. شوفوا كده. وانا بصوا دي احسن طريقة انا بحب احشي بيها، وبتكون معايا سريعة. طيب هوريكم بقى الطريقة التانية كده اللي الناس بتحشي بيها، اللي هو ايه، بتقوم حاطة بقى الحبة الرز في النص، وتقلب برضو الورقة من الشمال واليمين تقفلها، وترجع ايه بقى ايه تلفها من ورا. بس انا الطريقه دي بصراحه مش بحب اعملها، لانها يعني بتاخر معايا في الوقت. اصبروا بس كده هنشوفها اهو. لكن دي بتكون سهله معايا على طول على طول كده، ان انا بجيب من قدام. عامه انت مش فارقه تلفي المحشيه من قدام تحشيها من ورا، مش فارقه خالص. المهم ان انت تحشي المحشيه اهو بالظبط كده. بصوا كده اهو، بجيب الورقة برضو بقلبها على الشمال، وبحط فيها برضو شوية الرز في النص، وبقفل عليها من الشمال ومن اليمين اهو. بصوا كده اهو، وبجيب بقى الورق من ورا كده وافضل الف على قدام. خلاص، هو الموضوع ده حلو والموضوع ده حلو، والاسهل ليكي والاسرع اعمليه. طيب بالنسبة لورق السلق، الورق السلق ده كان عندي في الفريزر، فطبعا مش هسلقه، ما بسلقوش. طبعا ما بيطلع من الفريزر وما بتغسليه تحت الحنفية على طول، بيبقى شكله زي ما انت شفتي كده. خلاص، مش محتاجه ان انت تحطي فيه ميه سخنه ولا اي حاجه. بالنسبه لورق العنب، ان احنا ايه سلقته في ايه يا جماعه؟ انا سلقته في شويه ميه عليهم نص عصره ليمونه مع نص معلقه من الكمون، علشان يديكي اللون الجميل دوت. والليمون والكمون حلو قوي يعني لورق العنب، وبخليه طعمه وريحته حلوه قوي. ماشي كده اهو. هنا بقولك بقى، انا وريتك الاول ان انت تعملي ازاي تعملي. بصوا، تلف السلق بصراحة هو بيبقى ما شاء الله سهل وجميل جدا. وكمان بتعملي احجبة، انت شفتي في الاول انا عملته حجاب. طيب الموضوع بقى، انا خدت الايه الحاجة دي كلها وقعدت كده وعملتها. طبعا ما ينفعش ان انا احشي كده على الواقف، فخدت كله وحشيته وجيت على طول اهو. هنا الشوربة بتاعتي كنت حطيتها على النار. طب انت وصلتي معايا لغاية هنا؟ حطيتي اللايك ولا لسه؟ اتمنى تكونوا حطيتوا اللايك يا جماعه. وهنزل لكم كده باي فيديوهات انتوا عايزينها، هحطها لكم في صندوق في صندوق الوصف. بصي، آه الشوربه بتاعتي طبعا انا كنت حطيتها تغلي. هبدا بقى اجيب ايه الشوربه كده، وابدا اسقي المحشي بتاعنا. بصوا، انا حطيت طبعا الفراخ الاول، حطيت بعدها ورق عنب، حطيت البدنجان في النص، وكمان في الاخر كده حطيت السلق. وبعد ما سقينا الشوربه كده، او سقينا المحشي بالشوربه، ابدا اهز الحله الفها كده عشان تتشرب. وكمان ما تنسيش المعلقه. المعلقه بتاعتنا دي في كل محشي يا جماعه، ما تنسوهاش. ابدأي بقى اعملي فراغات كده في جميع الاتجاهات، عشان لو انتي المحشي مش بيستوي معاكي، المعلقة دي خلاص بتخليه يستوي على طول. صدقيني والله العظيم، جربي كده. لأنها بتعمل فتحات في جميع الحلة، والمحشي كله بيوصله كده كلته الشوربة. وابدأ احط الطبق الصغير بتاعنا ده واطلعه على النار. وهنا المحشي بتاعنا كان غلي، بسم الله ما شاء الله. على فكرة المحشي الصغير يا جماعة مش كبير، ما تقولوش المحشي بتاعك كبير كده ليه يا أم احمد، لا والله صغير خالص. بس انا مش عارفة هو جاي كده ليه يعني. هو حلو يعني، مش هقولك هو ما شاء الله يعني، معقول جميل جدا. وهنا استوى خلاص. جبنا الصينية،
قلبنا الحلة وكنا بقى بخبط عليها، وكان ابو احمد قبالي الناحية التانية. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى؟ مش عايزة اقول لكم، الفراخ دايبة دوب، اي والله العظيم. والمحشي ريحته تحفة وطعمه كمان خطير. اقسم بالله كانوا شوية محشي زي العسل. جربوهم كده. طعمين طعامة يا جدعان، اي والله العظيم. بصوا، والمحشي بقى مفلفل بتاعنا، لا مش معجن ولا اي حاجه. والفراخ بقى دايبه زي ما قلت لكم، دايبه دوب. وكله بقى متشرب من بعضه. بصوا كوكتيل كده. شايفين الفراخ اصلا مش مستحمله حاجه كده زي الفل بصراحه. جربوا كده بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وعملنا كمان هنا السلطه، وهنا الشوربه بتاعتنا، وكمان المخلل بتاعنا. وما تخافوش خالص، عشان كنت قلت الحاجه لحد من زمايلنا وكده، بقول لك لا الفراخ تتحرق مننا وكده. الفراخ ما اتحرقتش خالص ما شاء الله زي ما انتم شايفينها اهوت. وما فيش اصلا صباع محشي لازق في الحله الحمد لله. و يعني الفطار كان بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهارده، يا رب اكون عند حسن ظنكم. يا احلى واغلى متابعين، وما تنسونوش بقى في اللايك والشير والكومنتات المحفزه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ